بنات، عمركم فكرتوا في مواصفات فارس الأحلام؟ مستحيل، أصلاً لا يمكن أفكر فيه إلا لما أشوفه قدامي. ايه بس أمور، مو معقول ما تكوني حلمتي فيه، يعني قصدي إنه شايفتيه بأحلامك. أنا بصراحة فكرت إني أشوفه في أحلامي، بس ما أدري ليش شككت في شكله. ايه بس لازم يكون في له مواصفات معينة، كل وحدة فينا بتحلم بفارس أحلام يكون له صفة معينة. مثلا شيخة، انتي شو مواصفات فارس أحلامك؟ أنا مواصفات فارس أحلامي أول شيء إنه يكون واحد طويل. ليش تضحكين؟ شيخة حبيبتي، يعني انت وايد طويلة، من وين نجيب لك ريل اطول منك؟ حلوة منك. ما يضحكن زين؟ اصلا البنت تقدر تطول لما يصير عمرها 18 سنة زين، وانا الحين باقي لي 4 سنين. لا والله 4 سنين؟ 2 بس. يا ستي فعلا هالشيخة طلعت معنا سهلة. لك تصوري خلتنا نفكر بأشياء ولا مرة بحياتنا قعدنا فكرنا فيها، مثل قصة فارس الأحلام مثلا. انت شلون تبين فارس احلامك؟ ما بعرف، بس المهم يكون مقتدر وحالته المادية منيحة مشان نعيش عيشة هنية. وي حبيبتي، انا بصراحة مو مهم عندي المصاري، حتى لو كان مفلس مو مشكلة، اهم شي يكون ريال. شلون يعني ما بيهمك الفلوس وريال؟ يعني معه ريالات قصدك؟ لا حبيبتي، ريال معناتها بالشامية أبضاي. ايه ها، دخيلك انتي والقبضايات. ليش شو رح يعمل لك القبضاي بالشامي اذا ما معه مصاري؟ روحي يا فكري بمستقبلك حبيبتي، نحن هلا بزمن المصاري في بس اللي بتحكي. زين بالله يا لك شايب، ريال كبير بالسن بس عنده مصاري، تاخدي؟ وليه؟ لا طبعا. أمل؟ عايل، انتي ما تكلمتي عن فتى أحلامك. حبيبتي، الإنسانة اللي تشتغل نفس شغلتي الصعبة وتشوف الأشكال الغريبة العجيبة اللي أشوفها أنا كل يوم أصلاً تنسى تحلم مرة ثانية بحياتها. لا بس يعني أكيد انتي يعني في يوم من الأيام فكرتي يعني في شكل، في مواصفات يعني فارس الأحلام وشريك حياتك. أقول لك شيء، أول شيء أنت ما عندك سالفة. ثاني شيء حبيبتي، الريال بهالزمن صعب إنه يفتح بيت، على ما يتخرج وعلى ما يدور على وظيفة وعلى ما يكون الوظيفة ويجمع له كم بيزة ويفتح له بيت ويفكر وحدة يتزوجها صار عمره 30-40 سنة. أنا أقول نامي وايد أحسن، لأن الوحدة اللي فينا لصك عمرها 30 و40 سنة باي باي، ماكو زواج. تصبحين على خير.
تعبانة تعبانة؟ لسه ما صار لك كم يوم بالشغل وهيك، ما تشتغلي لك شهر تاني شو بصير فيكي؟ تخيلي يا رولا انا طول اليوم واقفه على ريولي وقاعده احاسب الناس على هالكاشير، والمدير تخيلي اقول يمكن علو عسى يحس فيني ويخليني اصير مسؤوله الموظفين. وليه؟ عبيطة انتي؟ من هلا بدك تصيري مسؤولة؟ وليش ما اصير مسؤوله؟ لأنه لساتك صغيرة، ببساطة، بعدين الواحد بيتدرج على العافية شوي شوي، مو بيفشخ وبينط وبتنكسر رقبته، يلا قومي لشوف غيري أوعيكي. ما بدي، لا بغير ملابسي ولا بسوي شيء، ابى ارتاح شويه اتنفس، اخذ شويه نفس وراحه لين العصر قبل ما اروح الدوام. شيخو يلا قومي معي، قومي خل نروح عند خالي حمدان بجيب شوية أغراض. انا ابي اسال، يعني انتم في هالبيت ما عندكم حد غيري؟ تعالي شيلي، تعالي خمي، تعالي نظفي، يعني حرام عليكم انا مو بشغاله يا ناس، يا انا تعبانه ظهري يعورني كل يوم واقفه في الدوام. ايه شو صار لك بحتي في فرد بحتة؟ خلص نقبري عدي، أنا بروح بدالك، أمور شو بدك تجيبي أغراض؟ ولا شيء، أخوي محمود توه جاي من البلد وجايب لي شوية أغراض مع خالي حمدان أبي أجيبهم، وهذه لسانها هالطول. محمود انزل بروح. بسم الله الرحمن الرحيم. شو صار لو وقت سمعت اسم محمود؟ شو الموضوع؟ والله أتوقع لأنها هي متربية مع محمود وهم صغار يمكن مشتاقت له شوي. ها هو من اولها راح حق عمو زوينه؟ ايه انت ليش واقفه؟ ما تبي انزل اغراض؟ تعال ساعديني. ان شاء الله ابوي بساعدك، بس هو ليش راح حق زوينه؟ انت عن مين تتكلمين؟ محمود. محمود؟ بشحمه ولحمه. معقول؟ انت منين طلعت؟ منين جيت؟ الله يسلمك، انا خلصت دراسه الجامعيه ورديت مسقط علشان ادور وظيفه. حياك حبيبي حياك، يا مرحبا يا مرحبا بمحمود. هذه الساعة المباركة اللي شفناك فيها يا حبيبي. الله يبارك فيك حبيبي. يلا حبيبتي يستاهل، وإن شاء الله يحصل الوظيفة، لأن في وايد شباب جامعيين قاعدين في البيت مساكين لا شغل ولا مشغلة. بس ترى تخصصه مطلوب، عاد يا رب يقبلونا في الوظيفة. إن شاء الله. امين يا رب. بسم الله الرحمن. أنت من وين طلعتي؟ من الغرفة حبيبتي، وعقب ما يتوظف شدي حيلك ودوري له عروس. أكيد بدور له عروس حلوة وجميلة وكشخة وملكة جمال طال عمرك، ولازم عاد أهم شيء تكون موظفة من زمان. وراتبها لازم يكون عالي جدا، يعني ممكن يكون أكثر من راتب حمودي. يعني مو 250 مثلا؟ 250 أنت ويا الوي، 500 600 فوق يعني. صح تصدقين خولة عاد أنت المناسبة حق أخوي. أمل حبيبتي اسمحي لي، أنت صديقتي وبحسبة أختي، بس دوري له وحدة غيري، أنا ما أنفع ومو مستعدة حاليا للزواج. كيفك؟ أنت الخسرانة. يعني الحين انا ما مالي عنها مثل خولة؟ انا بنت خالة. احلى ما فينا. الو امل، انت سامعتني؟ امول، الو. الله سكر يقول لها امول بعد، يعني انا ايش بيدلعني؟ شيخو ابوي مسميني اسم ما يتدلع. امل تليفونك رن وانا بالغلط فتحت التليفون. لا والله. ايه منو متصل؟ ما اعرف. باكر بمر عليك قبل المقابلة عشان آخذ أوراق الفحص الطبي. يا ربي بس أنا باكر في الدوام وما بخلص من وقت. شو أسوي؟ آلاء ما في إلا آلاء، ما عندها محاضرات قبل الساعة 12، هي بتاخذ الأوراق. امول بكره انا ماخذه اجازه من الدوام وبكون قاعده في البيت. لا والله أنت أصلا تسكتين وما يخصك زين؟
شنو هذا انت وين رايحه؟ شو هالكعب اللي لابستنه اللي اطول منك؟ فيك؟ انا مستعيله. شيخو وين راحت هذه بعد؟ وين راحت؟ خلي الشغل كله علينا. طلعت اخو امل، صدفه وايد حلوه. والاحلى منها انك ساكنه معاه بنفس المكان. اي صار لك شهر من تخرجت من الجامعه، اقبالنا يا رب. محمود يلا عقبالك ان شاء الله، عقبالك. اقول تذكرين الموقف اللي سويتيه في قاعه المحاضرات لما كنت تقلدي الدكتور لطيف؟ اي صح، السالفه هذه وايد قديمه، منو قال لك عنها؟ بس وبعدين شلونك محمود؟ صح شيخو، مبروك على الوظيفة. الله يبارك فيك محمود، زين تذكرت. بس ما قلتي لي شيخة، كيف خصوص راتبك؟ زين؟ راتبي زين، ما كذا ابوي؟ اي صح راتبها زين، يعني ها يغطي مصاريف الايسكريم والبارد اللي تشربه، يعني يلا مشي الحال. اقول شيخو، اليوم اسمع صوتك هادي، ما مثل الاول، صدعي لي راسي بذاك الصريخ وذاك اللي عليه علامة سلامات، ايش في؟ ما في شيء. ها؟ ما في شيء؟ متأكدة؟ محمود؟ نعم خالد. كيف يا ولدي الحين انت ما بسك من العزوبية؟ ما تبى تعرس؟ ما تبانا نفرح فيك؟ بسك اللي كبرك تزوجوا ويا ابو عيال عاد. ايوه ابوي، هذه المواضيع اللي تفرح وتفتح النفس واحنا رايحين الدوام. زين هذا هو قدامك، هو بس يأشر ونحن حاضرين، اختار من يبى وانا مستعد. ايه والله ابوي، هو بس يأشر واحنا حاضرين حبتين. طبعا. شوف، انا انصحك من الحين، اذا تبى تتزوج خذ لك وحده جامعيه، يكون يوم تتخرج تشتغل ويكون راتبها يصير زين، نعم، وتفيدك يعني في الحياه وتساعدون مع بعض. لا تاخذ لك وحده ما تشتغل ولا ما عندها شهاده. ابوي حتى يعني البنات اللي ما شرط يعني تكون جامعيه، حتى متخرجين من الثانويه يشتغلون في وظائفهم، يعني يعطونهم رواتب زينه تو. ها خالي، كأنك رسم اللي على وحده. تبى الصراحه يا محمود، انا اشوف ابوي ما تو ابوي بعدين. كيف ما تو بعدين؟ خل اقول الحين كيف ما تو. اسمعني يا ولدي. نعم خالي. انا اشوف ان آلاء هي المناسبه لك، لانها ما باقي لها الا كمين فصل وتتخرج وتتزوجوا. ابوي كيف انا باقي لك كم فصل؟ انا باقي لي 3 سنوات لين تخلص الجامعه، ما تو ان بعض الظن اثم. هذا هو الكلام، هاي صوتك اللي تعودت عليه مال الصداع. ايش في اول ما تكلمت الحين صوتك على ليش؟ كذي، هاي طبيعتك انت، ما مثل اول. ابوي انت الله يهداك تسوق شوي وانا متاخره على الدوام. لا هذا ما يلوق عليك، هذا الكلام بالصوت الهادي ما لايق عليك. خليك بطبيعة الشر. قبل شوي يوم صدعتني كي، هاي كي ما يلايق عليك بر. صح؟ ما توقعت كذي بصراحه. خلاص عيل، ما في اي مشكله. اوكي يلا باي. اكيد تضحك معاه. انا لازم ابعدهم عن بعض، لازم اسوي خطة عشان هو يكرهها. ايش فيها هذه مال دلبوس شبر؟ اشتراني داخله معاك. شيخو، ليش لاوي ابوزك؟ امل بسأل سؤال، اخوك مادي
لا والله اخوي حمودي مادي. انت ما تستحين على وجهك ليش؟ اخوي راح معاك المول وسوى شوبينج وقال لك دفعي عنه مثلا؟ لا. ها عيل ايش دراك انه مادي؟ لأنه يفكر يتزوج بنت جامعية عشان يعيش على راتبها. حمودي اخوي قال لك هالكلام؟ لا هو ما قال، بس أبوي قال. ايش دخل ابوك في اخوي وايش دخل اخوي في ابوك؟ ما له داعي اصلا الموضوع. واصلا حمودي اخوي راعي قيم ومبادئ، انسان يعتمد على نفسه، كان وهو صغير حتى في وقت الدراسه ما ياخذ فلس من امي وابوي، معتمد على نفسه. عيب عليك هالكلام. فديتين على قولة آلاء، مسكين ظلمته. أنا الحين تأكدت إنه هو ما يفكر ببنت جامعية، بس أنا لازم أبعد هالآلاء عن طريقه. انزين عاد مثل ما أقول لك يعني. لحظة خالي شوي. خير؟ ايش في هذا المسج؟ ها؟ ولا شيء خالي، ولا شيء. نرجع لحديثنا. المهم يا ولدي ان الواحد ما يتضايق ويطول باله، ولا تيأس يا ولدي. ان شاء الله بتتوظف وبترتاح لو اراد الله. ان شاء الله خالي، ان شاء الله بعد هذه الدراسة اللي انا درستها اعتمد على نفسي واحصل وظيفة علشان ابني مستقبلي. شيخو ما شفتي تلفوني؟ لا ما شفته. خولو تلفوني ما شفتيه؟ لا حبيبتي ما شفته. آلاء فديتك إن شاء الله أنا باكر بروح وياك الجامعة. الجامعة؟ خير صاير؟ أبي أسوي برنامج عن المراهقات. والله خوش فكرة. أقول لك سألي شيخو. حبتين والله سألي شيخو. ليش حبيبتي قالوا لك أنا مراهقة؟ أنا أعقل واحدة هني فيكم. ليش عصبتي حبيبتي؟ ترى مو قصدي شيء، بس أنا قصدي إن أنت سنك مناسب حق الموضوع. انطبين زين أنت وياها، قال مراهقة قال. ليش زعلت؟ حبيبتي عادي، لا تتحسسين من وضع شيخو. شيخو الحين في مرحلة ما بين الطفولة وسن الشباب، والمرحلة هذه مرحلة المراهقة أخطر مرحلة، يعني عادي تتوقعين منها أي ردة فعل. مكتوب بقلبي إن شاء الله. ليش عذبتي حالك؟ والله عاد شفتك ما جيت البيت، قلت وانا رايحة الدوام اجيب لك غدا معاي. لأنه عندي عروس فوق عم بشتغل لها، ما لحقت اجي. شو أنت قاعدة ولا رايحة دغري على الشغل؟ لا بقعد شوية وبعدين بروح. طيب يلا أنا طالعة. شيخو وين رايحة وقت النوم الحين؟ رايحة اشوف تلفزيون، مو جاييني نوم. اوكي خلاص، بس لا تطولين على صوت التلفزيون، وطلعي سبيستون يمدحونه. مع السلامة. مع السلامة.
وليه؟ انت شو واقفه عم تعملي هون عند باب غرفتي؟ عم تتصنطي؟ ما جاييني نوم ورايحة تحت أشوف التلفزيون. ايوه لكن روحي انضربي على انتك بس لا تعلي الصوت. ايه يلا لشوف. أنت هنا؟ ايه حبيبتي شو اسوي؟ باكر عليه اختبار وما ابي اضايق رولا بالغرفة. مطولة؟ ليش تسألين؟ لا لأن أنا بعد مو جاييني نوم ونزلت الصالة علشان أشوف التلفزيون. خلاص عيل حبيبتي تعالي انتي قعدي هنا انا اروح الحوش. لا أنت خليك هني أنا بروح الحوش. ايش جابني في هذا الوقت المتأخر؟ والله سخافة. ايش فيك؟ طحت. شلون؟ طحت وخلاص. براحتك. يزات يعني ابي اساعدك؟ لو تبي تساعدين كان نمتي. شنو؟ اساعدك وانا نايمة؟ لا ولا شيء اكلم روحي. شوفي حبيبتي الوقت الحين تاخر، انا حبيبتي وراي امتحان ابي ارقد من وقت، انت بعد وراك شغل روحي نامي. ما ابي انام. ما ابي انام. وي انت الحين ايش فيك حاطه الحره فيني؟ كيف شلون تنامين؟ أرباب خلي ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ خلي شاي مني. لا تخلي مني ولا منك، بس روح سير. ما اريد تغنم قهوة؟ ما نبغى قهوة، واحدة بنغنم علامك انت. خلاص يلا انقلع يلا. خلي مكانه انقلع يلا انقلع. ما بيشيل؟ ما في شيل، غيب يلا. اغيب كيف ترتيب؟ شكلك كأنك ما نايم البارح، علامك؟ جماعة سووا فيني مقلب بايخ يا خالي وسهروني. منهم؟ راحوا في حال سبيلهم. بس ما غلطتهم هم، غلطتي أنا اللي اهتميت فيهم. تعرف أنا بعدني للحين ما فهمت منك شيء. ولا أنا فاهم يا خالي، بس أقول لك خلينا نسير مشوارنا. إيه والشاي؟ بنشرب شاي قبل؟ خالي الله يخليك ماشي وقت الشاي، أنا متأخر على موعد المقابلة، عندي مقابلة. يلا راحتك خلاص. يلا. خالي. نعم. أنت ليش وقفت هني؟ أبى آخذ آلاف طريقي، طول بالك. صباح الخير عمي حمدان. صباح النور يا بنتي. صباح الخير محمود. لا تصبح عليك، رد عليها. ها صباح النور. ما ينفع معي هالكلام، إذا ما تريد تشتغلين طلع برا. انت ما تصارك علي، انت اصلا وحدك ما حبيتك كذا بعضتك. طلع برا.
لولو لقيت موبايلك. صدق؟ مشكورة حبيبتي ما قصرتي. وين حصلتي؟ تحت سريرك. مشكورة، بصراحة أنا بدونك ضايعة. ها ألو، قولي لي شلون الامتحان؟ الحمد لله عدى على خير. الحمد لله. المهم قولي لي، إيش في أخوك زعلان علي؟ زعلان عليك؟ وليش يزعل؟ ما أدري، بصراحة أنا اليوم شفته الصبح صبحت عليه ورد علي بكل برود، لولا الإحراج بعد كم ما رد. والله يا خالي حمدان أفضل لي أنسى موضوع الوظيفة هذه. كل يوم يقولوا لي بكرة تعال وبكرة وبكرة، وللحين ما حد راضي يرد علي. مساء الخير. مساء النور يا أمولة. تعالي يا أبو شوفي أخوك هذا هدي، حاولي معه شوفي إيش عنده. وبعدين معك أنت، وإيش السالفة؟ أنا بيمشي والتعب مل، ليش تمل؟ الله يهديك اصبر شوية. وانت بس خلاص ما فيك صبر يعني، بس تبغى تروح. وبعدين تعال، اذا بغيت تعصب على حد طلع الحرة في نفسك، لا تطلعها في الناس. زين؟ أمل أنا ما ناقصك أنت بعد. خالي الله يخليك تفاهم معاها. اوه شيخو، وين ما اروح وراي، وين ما اروح لاصقه فيني مثل الظل. سالفتك؟ يعني هاي ذاتي الحين ان انا شايفتك متضايقه وخايفه عليك. امول انت ليش زعلانه؟ زعلانه من محمودو وتصرفاته مع آلاء، ما ادري ايش سالفته. يعني انت ما تعرفين آلاء؟ اكيد هي مثقله عليه، هذه الطويله الهبيله مسويه روحها خفيفه. ووجع شو الكلام؟ ايش فيكم الصاير؟ صراخكم ليه فوق؟ ما في، بس بغيت اسالك آلاء، انت مضايقه محمود بشيء؟ انا مضايقته؟ لا صاير. لا بس خالي حمدان اكد لي انه هو قاعد يتعامل معك بثقل دم، فابي اعرف شو السالفه. انا حسيت انه هو متضايق، بس ما توقعت انه مني، قلت اكيد بسبب اوضاعه او في شيء. لا حبيبتي، مو طايقك هو اصلا. شنو؟ ايش قاعده تقولين؟ اصلا السالفه واضحه وضوح الشمس. انزين وكلهم ملاحظين، حتى عمو زوينه شايفه ان انت وايد قاطه نفسك على ولد عمتي محمود. انت صدق ما تسرحين على وجهك، ليش تقولين هالحكي؟ خير ايش عندك؟ والله محمود اخوي العزيزه بكلمك موضوع. تفضلي. محمود انت ليش ماخذ موقف من صديقتي آلاء؟ أمون تبي الصدق؟ يا ليت. صاحبتك هذه ما عندها دم. آلاء صديقتي ما عندها دم؟ معناته كلام شيخو صحيح، معناته آلاء فعلا تركض وراك من مكان لمكان وانت ما طايقها وما معطيها وجه. بصراحة أنا بالأول كنت مرتاح لها. حلو، كلام جميل ورائع. شو اللي غير الحال يعني؟ تبي تعرف اللي غير الحال؟ طبعا. لحظة. تفضلي يا أختي العزيزة. يا ويلي ويلاه. عن إذنك أخوي. تفضلي. شوفي، هذه رسالة مو مني، مو أنا اللي مطرشتها. لا والله مو منك، هذا مو رقمك انتي، تستعبطين. صدقيني التليفون ضايع من عندي من 24 ساعة. وين ضاع؟ هني في البيت ولقيته شيخو. شيخو، قصدك المراهقة شيخو. بس خلاص فهمت السالفة، بروح أشوف. قدامي يلا، قدامي بسرعة اعترفي بالموضوع، لا يجيك بوكس الحين اكسر خشمك. قولي شو السالفة؟ اي موضوع، اي سالفة؟ لا والله اي موضوع اي سالفة، من مطرش مسج حق اخوي. مسج؟ مو انا آلاء. لا، وانت ايش درك انه في مسج مطرشينه حق تليفون اخوي؟ يعني الحين اعترفتي، اعترفتي وطحتي بلسانك، بتقولين الصدق ولا اخلي خالي حمدان يتفاهم معاك بالخيزران؟ انا طرشت المسج حق محمود علشان يبتعد عن آلاء ويتزوجني انا.
تكفين أمول أبوس إيدك، لا تقولين عقب أبوي سالفة تكفين. حرام عليك يا الظالمة، ظلمتي البنت وحطيتيها في موقف محرج. الحين شو أسوي فيك أنا؟ شو أسوي فيك؟ شو أسوي؟ غصبا عني الغيرة ذبحتني. لا والله الغيرة ذبحتني. السوالف المراهقين هذه ما تمشي علي أنا، ها؟ يعني الحين أنت معترفة بالغلط هذا اللي سويتيه؟ إيه ها؟ يا ليت لو هالغلط ما يتكرر مرة ثانية، فاهمة؟ يلا عاد. شوي شوي على غراض رميش. فين ما ماتت؟ واخيرا حصلت وظيفه. الله يخلي خالي حمدان ما قصر معاي، بس عاد مو هني في مسندم. يا ولدي هذا واجب علي، لو اني كنت اتمنى تشتغل هني، لكن ما عليني ولا انا كله واحد، المهم الشغل بس. يا اخوي مسندم، صحار، صلاله، ما مشكله، اهم شيء انك توظفت. امل يا ليت سامحيني على اللي صار مني. مسموح يا اخوي، بس اهم شيء انك عرفت ان الاء ما لها ذنب باللي صار، وان موبايلها كان ضايع، والشخص اللي كان يطرش المسجات شخص ثاني مو الاء، وانها بريئه من هالموضوع. زمن غريب، البنات تعاكس الشباب. صباح الخير خالي حمدان، الزمن هذا تغير وكل شيء فيه تغير اصلا، ولا كيف شيخو؟ ايه صحيح، بنات مراهقات. المهم امل ما وصيكي، بلغ اعتذاري وسلامي لآلاء. يوصل ان شاء الله. عاد احنا ناطرينك. لا تنطري وايد يا بنت خالي، لاني راح اطول كثير. يلا محمود، يلا ابوي نمشي، يلا. يلا خالي يلا. اركب. خلي بالك على نفسك يا اخوي، وهلا بعمرك. وانت بعد ديري بالك على روحك. والله خلاص اركب، ما وقت الحين، وداع ما وداع، ورانا شغل. مع السلامه. مع السلامه يا اخوي، مع السلامه. الله بالتليفون ها. When